الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فسائل يسأل عن التشافي بآيات القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم أخبر الله عز وجل أنه شفاء، وهو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان معا، يشفي هذا ويشفي هذا. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قبل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات، وكذلك إذا اشتكى أهله قرأ عليهم بالمعوذات: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في سرية، فلدغ رجل في قرية أو في قبيلة، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب ونفث على اللديغ، فقام كأنه ليس به قلبه، ما في شيء. فلما شفي سيد القبيلة أعطوا الصحابة قطيعا من الغنم، فجاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ الفاتحة شفاء وتسمى الشافية. وكان الإمام ابن القيم يقول: كان يصيبني بعض الأمراض وأنا في مكة لا أجد لها طبيبا، فكنت أقرأ على نفسي بفاتحة الكتاب وأشرب من ماء زمزم فيشفيني الله عز وجل. القرآن شفاء كما قلنا لأمراض القلوب والأبدان معا، ما هو فقط لأمراض القلب، الحسد، الكبر، الشرك، لا، لكل أمراض القلوب والأبدان. يقول ابن القيم في الزاد: هذا الكتاب جعله الله عز وجل شفاء. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لقطعها لصدعها، ولو نزل على الأرض لقطعها، لكن أن تقرأه بإيمان ويقين وصدق وإخلاص وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يشفيك الله عز وجل بهذه الآيات. طبعا هناك سور من القرآن جاء في فضلها أحاديث، مثل الفاتحة، مثل آية الكرسي، آخر آيتين من البقرة، المعوذتين. ويجوز التشافي بكل سور القرآن وآياته.